حبايبنا الحلوين، جايلكم النهارده بقصة جديدة وملخص جديد. لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. بتبدأ أحداث مسلسلنا النهارده ببنت جميلة ومحترمة جدا اسمها شيا، وبتبقى جاية من قرية معزولة وبسيطة علشان تكمل دراستها في كلية بكين وتحقق حلمها وتبقى مذيعة أخبار مشهورة. وأول ما بتوصل على الكلية ما بتبقاش مصدقة نفسها من الفرحة، وبتتصل على أمها تطمنها عليها إنها كويسة وبتوعدها إنها تحقق حلمها. وفي أول يوم دراسة بتتكرم من مدير الكلية لأنها الطالبة الوحيدة اللي جايبة درجات عالية جدا في الامتحان الوطني، فبيسقفوا لها زمايلها ما عدا بنت تانية اسمها ياو، بتبقى متضايقة جدا من نجاحها وبتقرر تفضل وراها لحد ما تطردها من الكلية علشان ما يبقاش في واحدة غيرها مميزة. لكن زي ما بيبقى فيه الوحش برضه فيه الحلو، وبيبقى ما بين الطلاب طالب اسمه لو قاعد بيتفرج عليها وهو مبسوط وفرحان وباين في عينه نظرة حب وإعجاب. وبعد الاحتفال بيجيلها بوكيه ورد من شخص مع كارت كاتب لها فيه إنه متأكد إنها هتحقق حلمها، فبتبص حواليها وفي اللحظة دي بيختفي لو من وسط الطلاب، وبتتكلم ياو مع أصحابها وبتعرفهم إنها لازم تخلص من شيا لأنها متفوقة عنها وجميلة جدا لدرجة إنها ممكن تجذب أي شخص يبصلها، وبتبقى خايفة لا تاخد منها الأضواء، وبتضحك وبتعرفهم إنها هتعلمها درس عمرها ما هتنساه. وهنا بنشوف شيا وهي بتحلم، وبنعرف إن الأحداث دي حصلت من 5 سنين، وبتحلم كمان بياو وهي بتهينها وبتضربها، وأستاذها تشا وهو بيحاول يعتدي عليها، فبتنهار وبتبقى خايفة جدا وبتقوم من النوم مفزوعة. وساعتها بتتصل عليها صاحبتها سونج وبتعرفها إن المقال اللي كتبته عن النساء العازبات تم اختياره للأفضل. ومن خلال كلامهم بنعرف إن شيا بتكتب مقالات سرية لسونج علشان تعرضها ببرنامجها، وطبعا حققت شهرة كبيرة ومكانة كبيرة على حسابها. وهنا بنعرف إن شيا اتطردت من الكلية وتم حظرها من كل وسائل الإعلام ومحطات التلفزيون، فبتطلب سونج منها تروح معاها تقابل الوزير لي لأنه ناوي يستثمر مبلغ كبير للستات العازبات. فبتتوتر شيا وبتفكرها إنها قالت إنها مش عايزة أي شخص يعرف إنها بتكتب في السر ومش عايزة تختلط بالرجالة ولا تشرب، فبتأكد لها سونج إنه اجتماع شغل وإنها تديها مبلغ كبير من مكافأة الوزير ليها، وعلشان توافق بتفكرها بمرض صاحبها لونج والفلوس اللي بتجمعها علشان علاجه، فبتضطر شيا توافق وبتطلب منها تبعت لها عنوان الفندق. وبعدها بتوصل شيا على الفندق، وأول ما بيشوفها حارس الأمن بيتعصب عليها بسبب لبسها والموتوسيكل بتاعها وبيأمرها تبعد عن المكان. في اللحظة دي بيوصل له بعد غياب 5 سنين عن البلد، وبنعرف إنه بقى أغنى رجل أعمال في البلد وثروته تعدي مئات المليارات، وطبعا الكل بيعمل له ألف حساب. ومن خلال كلامه مع المساعد بتاعه بنعرف إنه رجع على الصين علشان يدور على شيا ويعترف لها بحبه ويطلبها للجواز. بس بالصدفة بيشوف حارس الأمن وهو بيتعصب عليها، وأول ما بيبص لها بينسى نفسه خالص وما بيبقاش مصدق إن القدر بعتها له لحد عنده. فبتتكلم شيا مع الحارس وبتعرفه إنها طالعة لصاحبتها وبتوري له رقم الغرفة، فبيسمح لها تدخل وبتعدي من قدام له، وأول ما شعرها بيلمس وشه بيفرح جدا وبينسى نفسه على الآخر. فبيؤمر المساعد بتاعه يعاقب الحارس على معاملته ليها، وطبعا بينفذ كلامه وبيعرفه إنه هيكلم صاحب الفندق علشان يطرده. فبيتصدم الحارس وبيقع على الأرض وبيفضل يترجاه يسامحه. وفي نفس الوقت بتوصل شيا لسونج، وأول ما بتشوفها بتاخدها تعرفها على الوزير واللي بيبان عليه إنه بتاع ستات كبيرة، وأول ما بيبص لها بينبهر بجمالها، وبيبان من تصرفات سونج إنها عاملة لها فخ، فبتعزم عليها بالشرب وبتفضل تضغط عليها لحد ما بتوافق. وبعد ما بتسكر بتعرض عليها تنام في أوضة في الفندق على حسابها، فبتضطر شيا تسمع كلامها لأنها ما بقتش قادرة تمشي. لكن للأسف أول ما بتدخل الأوضة بتحس بحد بيفتح عليها الباب، وبتتصدم لما بتلاقي الوزير داخل يعتدي عليها بالقوة، فبتحاول تدافع عن نفسها بكل الطرق لحد ما بتاخد الطفاية وبتضربه بيها على راسه وبتطلع تجري. وطبعا بيطلعوا رجالة يجروا وراها وبيفضلوا يطاردوها، فبتحاول تتصل على سونج لكن ما بتردش عليها، وبالصدفة بتخبط في مين؟ أيوة بتخبط في لو، وبتطلب منه يساعدها، فبيقلع الجاكيت بتاعه وبيخبيها بيه لحد ما بيمشوا، وبيحاول يهديها وبيطلب منها تاخد رقمه علشان تنظف الجاكيت وترجعه له، وبيفهمها إنه غالي جدا، فبتشكره وبتديله رقمها وبتسيبه وبتمشي. وبعد ما بترجع على بيتها بيقرر لو يمشي وراها لحد ما بيعرف هي عايشة فين، فبيقف تحت البيت لحد ما بيطمن إنها وصلت بأمان. وبيبقى المساعد بتاعه مستغرب حبه واهتمامه بيها بالشكل ده، وبيحكي له عن يوم احتفال مدير الكلية بيها وإنه كان ناوي يعترف لها بحبه، لكن جاله مساعد أبوه وصدمه بخبر موت أمه وأبوه في حادثة طيارة، وفهمه إنه بقى الوريث الوحيد لعيلته، وطبعا بسبب الثروة الضخمة اللي أهله سابوها له هيدخل في حرب أهلية مع
مع عمامه، فبيطلب منه يتحرك بسرعة، وبينهار له وبيطلب منه يجيب لها بوكيه ورد وكارت علشان يسيبه لشيا، ودي بتبقى آخر مرة يشوفها فيها. فبيعرفه إن حاسس إنها مطفية مش زي آخر مرة شافها فيها، كانت كلها حيوية ونشاط، وبيأكد له إنه حاسس إنها تعرضت للظلم آخر 5 سنين. في الوقت ده بتدخل شيا بيتها وبيقابلها صاحبها والمفروض حبيبها لونج، وبكل برود بيبقى موسخ البيت وقاعد بيلعب على التليفون، فبتتعصب عليه وبتسأله ما بتردش على اتصالاتي ليه طالما قاعد في البيت، وبكل برود بيعرفها إنه كان مشغول في اللعبة. وقبل ما تحكي له على اللي حصل بتتصل عليها سونج وبتمثل إنها خايفة عليها بعد ما سمعت إنها تعرضت لحادثة، فبتتعصب شيا عليها وبتسألها إزاي الوزير دخل عليا الأوضة بالمفتاح، فبتحاول سونج تثبت لها إن ملهاش علاقة وما تعرفش مين اللي اداله المفتاح، وبتلومها كمان على شكها فيها وقد إيه هي بتحبها زي أختها بالظبط. فبتقرر شيا تستقيل من المحطة التلفزيونية اللي بتشتغل فيها مع سونج، وأول ما بيعرف لونج بيتعصب عليها وبيفكرها بالحادثة اللي تعرض لها بسببها، وهنا بنعرف إنه اتصاب إصابة خطيرة أثناء إنقاذها، ومن وقتها حصل له عجز ولازم يعمل عملية بمبلغ كبير. فبتفتكر شيا اتهام ياو ليها بسرقة اسورتها وهجومها عليها هي واصحابها لما ضربوها قدام المدرسة كلها، ولما بيعرف مدرسها تشاو بياخدها على مكتبه على أساس بيحقق معاها، لكن بيقفل الباب بالمفتاح وبيحاول يعتدي عليها بالقوة، ولما بتضربه وبتفتح الباب بيتهمها إنها عرضت نفسها عليه وحاولت ترشيه مقابل إنه يبرئها من اتهام ياو ليها، وطبعا مدير الكلية ما بيصدقهاش وبيطردها، واستغلت ياو الفرصة واتنمرت عليها هي وأصحابها وسوقوا سمعتها قدام الناس كلها. في اللحظة دي بتنهار شيا من خلال كلام لونج، وبنعرف إن سونج تبقى بنت عمه وهي اللي جابت لها الشغل في المحطة، فبتعرفه شيا إنها مش مديونة لسونج بأي حاجة، بالعكس هي المديونة ليها لأن من غير المقالات اللي بتكتبها ما كانش حد هيعرف. فبتترجاه يوافقها على الاستقالة لكن بيصمم على رفضه وبيطلب منها تجمع له فلوس العملية لأن بسببها رجولته اتدمرت. فبتتصل عليها سونج وبتعرفها إنها عرفت من الفندق إن كل كاميرات المراقبة كانت متعطلة، يعني مفيش دليل على كلامها، فبتضطر شيا تسكت وتعدي الموضوع. فبتدخل أوضتها منهارة وبتطلع الكارت اللي لو اداهولها وبتسأل نفسها يا ترى مين اللي بعته، وبتعتذر له لأنها خيبت أمله وما قدرتش تحقق حلمها. في اللحظة دي بيبعت لها له رسالة بيفكرها ما تنساش الجاكيت بتاعه، وتاني يوم بتاخد الجاكيت من المغسلة وبتبعت له رسالة تعرفه إنها عايزة تقابله، فبيطلب منها تروح له الفندق وبيبعت لها عنوانه، وبعدها بتوصل على الفندق وبيعرفها له بأصحابه على أساس إنها صاحبته، ولما بتحاول تكدبه بيسكتها وبيترجاها تمثل قدامهم إنها حبيبته لأنه ملهوش أي علاقات وصاحبه دايما بيعايره، وبياخدها في عربيته علشان يوصلها لكن بيشوفها لونج وبيبدأ يطاردهم، فبيلاحظ السواق إن في شخص بيراقبهم وبيبلغ له، وبتشوفه شيا وبتعرفه إنه لونج وبسرعة بتستخبى قبل ما يشوفها، فبيتضايق له لما بيعرف إنه حبيبها وبيعرفها إنها تستاهل شخص أحسن منه، وبعدها بيوصلوا على بيت له وبيأمرها تدخل وراه، فبتضطر إنها تنفذ كلامه، وأول ما بتدخل وبتشوف الكتب اللي في المكتبة بتفرح جدا لأنها نسخ غالية جدا ونادرة وكمان هتساعدها في شغلها، فبتطلب منه تاخد كتاب معين وطبعا بيوافق لكن بتتصدم لما بيقرب منها. وتاني يوم بتروح شغلها وبتتفاجئ بسونج اللي بتأمرها تروح معاها للوزير علشان تعتذر له على اللي عملته معاه، فبتنهار شيا وبتعرفها إنها مستحيل تعتذر له، لكن سونج بتصدمها لما بتتصل لها على لونج وبتتفاجئ بيه بيأمرها تنفذ كلامها من غير أي اعتراض، وبتاخدها هي وأصحابها بالقوة للفندق. وفي الوقت ده بيوصل له على المحطة وبيتفاجئ بكل الموظفين واقفين في استقباله ما عدا شيا، وبيقابله مدير المحطة بترحيب وبيتصدم لما بيلاقيه بيسأل عن شيا، فبتتكلم واحدة من الموظفين وبتعرفه إن سونج خدتها بالقوة للفندق، فبيتحرك له بسرعة وهو متعصب للفندق، وفي نفس الوقت بتوصل سونج بشيا على الفندق وبتحبسها في أوضة وبتقفل عليها علشان تدخل لها الوزير، وبتحاول شيا تفتح الباب لكن ما بتعرفش، فبتقرر إنها تخلص على نفسها، وقبل ما تنفذ بيشدها له وبينقذها في آخر لحظة، فبتتفاجئ بوجوده وبتسأل نفسها هو بيطلع لي منين، وبيتعصب له عليها وبيقول لها انت مجنونة عايزة ترمي نفسك من الدور الرابع. فبتسمع شيا صوت سونج وهي بتتكلم مع الوزير وبيبان عليها الخوف وبيفهم له سبب خوفها وبيقرر يجيب لها حقها، فبيخبيها وبيقعد في الأوضة، وأول ما بيدخل الوزير وسونج وكمان أصحابها بيتفاجئوا بوجوده، وطبعا لما بيعرفوا مكانته بيترعبوا وبيحاولوا يبرروا موقفهم، وبيبدأ كل واحد فيهم يعترف على التاني. فبنعرف إن الوزير اتفق مع سونج تسلمه شيا مقابل مبلغ ليها هي وأصحابها، فبتتصدم شيا من اللي بتسمعه، وبعد ما بيخلصوا كلام بيأمرهم له يمشوا بسرعة، وطبعا بيستغربوا ازاي سابهم يمشوا كده بسهولة، لكن ما بيلحقوش يفكروا كتير، وبيتفاجئ الوزير بمراته قدامه بتهينه وبتضربه على خيانته ليها. أما سونج وأصحابها بيلاقوا مدير المحطة بيتصل بيهم وبيطردهم من شغلهم، فبتنبهر شيا بقوة ومكانة لو وبتشكره على مساعدتها، وفي اللحظة دي بيعرض عليها لو إنه يبقى جنبها طول الوقت
الوقت ويحميها من أعدائها، لكن بترفض وبتعرفه إن ليها صديق ومتقدرش تخونه. فبيتعصب له وبيسألها فين صديقك ده؟ انتي في كل مرة بتتعرضي فيها للخطر ما بيبقاش جنبك ولا بيفكر ينقذك. فبتسكت شيا وما بتقدرش تقوله إنها مجبورة تفضل معاه لأنها السبب في إعاقته، وبتسيبه وبتمشي. فبيتجنن له وبيأمر المساعد بتاعه يجيب له كل أخبار لونج. فبترجع شيا على البيت وكالعادة بتلاقي لونج قاعد بكل برود بيلعب في التليفون وبيسألها اعتذرتي من الوزير؟ بترد عليه وبتقوله لأ. فبيتعصب عليها وبيسألها ليه. فبتسيبه شيا وبتدخل أوضتها. وفي اللحظة دي بيجيله رسالة من شخص بيهدده بالقتل لو ما دفعلوش فلوس القمار اللي مدين له بيها. فبيتصل على صاحبه وبينصحه ياخد شيا ويهربوا بسرعة لأن تاجر القمار في طريقه ليه. وهنا بيعلن لونج وطيانته وبيقرر ينقذ نفسه ويسيب شيا تسدد ديونه. فبياخد هدومه وبيمشي من غير ما تحس بيه. وبعد شوية بيوصل تاجر القمار وبتتصدم شيا لما بتلاقيه مش موجود في البيت وبيهددها إنه هيفضحها قدام أمها لو ما دفعتش ديون لونج. فبتجري على دفتر فلوسها علشان تديهوله، لكن بتتصدم لما بتعرف إن لونج سحب كل فلوسها ولعب بيها قمار وخسرها. فبيتصل التاجر بأمها وبيخليها تتكلم معاها علشان يثبت لها إنه يقدر يوصل لها في أي وقت. وبتحاول شيا تمثل إنها كويسة وبتطمنها عليها. فبيديها التاجر مهلة علشان تدفع الفلوس وبيسيبها وبيمشي. وساعتها بتتصل على صاحب لونج لأنه الوحيد اللي يعرف مكانه، ومن غير ما تسأله بيقول لها انتم فين وهتوصلوا على المينا امتى. فبتفهم ان لونج هيهرب وبسرعة بتطلع على المينا. وفي الوقت ده بيقابل لونج صاحبه وأول ما بيشوفه بيسأله شيا فين. فبيفهم انه سابها وهرب وبيبدأ يلوم عليه بسبب كذبه عليها. ومن خلال كلامه بنعرف ان لونج كذب عليها وخدعها وانه مش مريض ولا حاجة، وكل الحكاية كان بيستغلها علشان تنفذ كلامه وتصرف عليه. وده طبعا غير لعبه القمار بفلوسها. وفجأة بتظهر شيا وبتعرفه انها سمعت كل كلامه وبتبقى مصدومة فيه وبتضربه بالقلم على وشه. وفي اللحظة دي بيتعصب لونج وبيبان على حقيقته وبيفكرها بماضيها وانه بيحتقرها وعمره ما حبها وبيزقها على الارض. لكن قبل ما تقع بيمسكها له وبتتفاجئ بوجوده. فبيوصل المساعد بتاعه ورجالته وبيتصدم لونج لما بيشوفهم. وبتتكلم شيا مع لو وبتسأله انت بتعمل ايه هنا. فبيعرفها انها هتلاقيه جنبها في اي مكان تروحه وبيطلب منها تسمح له يضرب لونج. فبتوافق طبعا وبيهجم على لونج وبيضربه ما بين رجليه فبيوقعه على الارض. والضربة اللي بعدها بتبقى بايده في وشه وبيعرفه انه ما يستاهلش وجود شيا في حياته وبيأكد له انها عملة نادرة وانه بيتمناها من زمان. وبيقرب من شيا وبيشيلها بين ايديه وبيوصل تاجر القمار وبيسلمه لونج. فبيؤمر رجالته يهجموا عليه ويضربوه لحد ما يعلموه الادب. وبيفضل لونج يترجاها تساعده لكن بتسيبه وبتمشي مع له. فبياخدها على بيته وبتشكره على انقاذها ليها للمرة الثالثة وبيعرض عليها مرة تانية تتجوزه وبيعترف لها انه معجب بيها من اول نظرة. فبتتفاجئ شيا بطلبه وبتعرفه ان ليها ماضي لكن بيصدمها انه ما يفرقش معاه اللي حصل زمان وانه يهمه الحاضر والمستقبل اللي هيبنوه سوا. بس بيديها فرصة تفكر وبيعرفها ان عيد ميلاده بعد يومين وهيعتبر حضورها موافقة على عرضه. وبعدها بيرجع لونج على البيت وبتروح له سونج ولما بتعرف اللي حصل له بيتفقوا سوا ينتقموا من شيا. وفي اللحظة دي بتوصل امها وبيقرروا يستغلوها. يوم عيد ميلاد يو بتفاجئوا شيا بحضورها وبتبقى لابسة فستان جميل جدا وشكلها بيبقى ملفت للانتباه. فبيفرح له جدا لما بيشوفها وبيقدمها لكل الموجودين بانها خطيبته. لكن فرحتهم ما بتكملش علشان بيوصل لونج وسونج بأم شيا. فبتتصدم شيا لما بتشوف امها لكن بتتعامل معاها بشكل طبيعي وبتقدمها لكل الموجودين. وطبعا لان لبسها بسيط بيبدأ كل واحد يبص للتاني ويتكلموا عليها. وهنا بيستغل لونج الفرصة وبيشغل الفلاشة اللي عليها فيديو شيا وهي بتتضرب من ياو بسبب سرقتها للأسورة وكمان اتهام تشاو ليها. فبتتضايق شيا وبتحاول تثبت لأمها انها بريئة. وهنا بتفاجئها امها انها مصدقاها لانها عارفة بنتها كويس وبتشرح للكل ان البنت اللي تمشي مسافات طويلة علشان تكمل تعليمها عمرها ما هتعمل حاجة غلط، والبنت اللي تذاكر تحت عمود النور وتساعد امها في الشغل علشان تكمل مصاريف دراستها عمرها ما هتغلط ابدا. فبيفرح له من كلام امها وبيصدق شيا. لكن فجأة بتتعب الام وبتفقد الوعي فبتاخدها شيا ولو على المستشفى وبتتصدم لما بتعرف انها دخلت في غيبوبة بسبب جلطة على المخ وبتفقد الوعي. فبيخاف له عليها وبياخدها على بيته وبتفرح سونج ولونج وبيفتكروا انهم كسروها. وبيفضل له قاعد جنب شيا لحد ما بتفوق وبيرجع يعرض عليها الجواز للمرة الثالثة وبيأكد لها انه مصدقها ومش فارق معاه ماضيها. وبتفرح شيا بكلامه وبتوافق على عرضه وبتقرر انها تنتقم من كل اللي ظلموها وبياخدها له وبيتموا الجواز. وبعدها بتاخده لبيتها اللي كانت عايشة فيه الأول. وأول ما بيوصلوا بيتضايق له وبيفتكرها لسه بتحب لونج لكن بتعرفه انها جاية تاخد حاجة مهمة بالنسبة لها وبتدخل تجيب دفتر مذكراتها اللي فيه الكارت بتاعه وبيفهم له ان المذكرات دي فيها سر وبيقرر يعرفه بس في الوقت المناسب. وساعتها بتطلب منه شيا يساعدها انها تتعين مذيعة
فبيتصل مدير المحطة بسونج وبيعرفها إنه عايزها ضروري، فبتفرح وبتفتكر إنه رجعها للشغل. وتاني يوم بتروح المحطة، وأول ما بتقابل شيا بتبدأ تهينها وبتعرفها إنها رجعت خلاص وقريب هيطردوها. لكن بتحصل المفاجأة وبيخرج لهم مدير المحطة وبيعلن للكل إن شيا اتعينت المذيعة الجديدة بأمر من رئيس المحطة الجديد. أما سونج بيطردها قدام الكل وبيأمر الأمن يخرجها. فبتفرح شيا وبتبعت رسالة لو علشان تعرفه وما تعرفش إنه اشترى المحطة كلها علشانها وبقى الرئيس الجديد. وبتبدأ شيا تشرح شغلها لكل الموجودين، وبيتصدموا لما بيعرفوا إن كل المقالات اللي سونج اشتغلت عليها كانت من كتابة شيا في الأساس. وبياخدوا الأمن سونج ولونج وبيطردوهم. وفي الوقت ده بيجي لسونج خبر بوصول ياو على البلد بعد ما بقت عازفة بيانو مشهورة، فبتقرر تستغل الموقف وبتتصل عليها تعرفها إن شيا عدوتها اللدودة بقت مذيعة، وأول حلقة من برنامجها هتتذاع تاني يوم. ده غير إنها بقت على علاقة بأغنى رجل أعمال في البلد. وطبعا لأن ياو بغل بتقرر تظهر لها مرة تانية في حياتها وترجع تتنمر عليها. وبنلاحظ إن ياو معاملتها لمساعدتها سيئة جدا، ودايما بتعاملها إنها أقل منها وبتهينها طول الوقت. وبالليل بنشوف له وهو قاعد جنب لوحة كبيرة متعلق فيها كل صور الأشخاص اللي أذوا شيا واتنمروا عليها، وبيقرر يعلم كل واحد فيهم الأدب بس بطريقته. وبيروح ياخد شيا من المستشفى لكن بيلاقيها نامت جنب أمها، وبتتصل عليه جدته وبتعرفه إنها هترجع على الصين علشان تشوف البنت اللي اختارها زوجة ليه. وتاني يوم بتصحى شيا بتلاقيه جنبها وبتبقى فرحانة جدا باهتمامه بيها. فبياخدها له قبل إذاعة الحلقة لأغلى محل ملابس، وكمان بيجيب لها مصممة أزياء تجهزها. وبعد شوية بتخرج له شيا بفستان شيك جدا وميك اب رقيق وبينبهر بجمالها. فبياخدها على المحطة وبتبدأ تستعد لإذاعة أول حلقة ببرنامجها، لكن بتتصدم لما بتلاقي ياو قدامها وبتعرف إنها ضيفة أول حلقة. فبتفتكر كل اللي عملته فيها وبتحاول تسيطر على أعصابها، وبتضحك عليها سونج ولونج. وأول ما بيبدأ البرنامج بتحرجها ياو وبتتحداها تعزف بيانو، وطبعا ما بتعرفش لأنها من الريف وعمرها ما عزفت قبل كده. فبيضحك كل الموجودين عليها وبيقللوا منها، لكن بتفاجئ الكل وبتاخد ورقة شجر وبتبدأ تعزف بيها مقطوعة موسيقية ببقها، وبينبهر الكل من جمالها وبيسقفوا لها. فبتثبت شيا للكل إن أطفال الريف بيتعلموا العزف وبيدرسوا باجتهاد علشان يحققوا حلمهم، غير إنهم بيشتغلوا في مهن بسيطة زي صناعة الأحذية من القماش. وساعتها بتزيد نسبة مشاهدة البرنامج وبيحقق إيرادات عالية، وما بيبقاش مدير المحطة مصدق نفسه وكل الموظفين بيبقوا فرحانين. فبيفرح له بنجاح شيا وقوتها، وبتتضايق ياو وسونج ولونج لأنهم ما قدروش يكسروها ويبوظوا لها البرنامج زي ما كانوا متخيلين. فبيتصل له على مدير المحطة وبيطلب منه يعزم كل الموظفين على حفلة عشاء علشان يتعرفوا على رئيسهم الجديد، وطبعا شيا من ضمنهم. ومن الأدب بتبعت شيا رسالة له تعرفه إنها تتأخر علشان تحتفل مع زمايلها. وبالليل بتشرب لحد ما بتسكر، وفجأة بيظهر لها لونج وبيمثل إنه ندمان وبيترجاها ترجع له. ولما بترفض بيحاول يعتدي عليها، لكن لو بيوصل في الوقت المناسب وبيقدر ينقذها وبيهجم عليه بيضربه، وبيفاجئوا إنها بقت مراته. فبيأمر المساعد بتاعه يعلمه الأدب، وبيخرج لهم مدير المحطة. وبتتفاجئ شيا بإنه لو اللي اشترى المحطة لحسابه علشانها. فبتفرح شيا وبتعترف له بحبها لأول مرة. وتاني يوم بيعرفها له بوصول جدته من السفر وبيطلب منها تجهز نفسها لمقابلتها. وفي الوقت ده بتوصل جدته، لكن ياو بتقابلها في المطار وبتعرفها بماضي شيا كله على أمل إنها تكرهها وترفض جوازها من حفيدها. وفعلا بتتضايق جدا من الكلام اللي بتسمعه عن شيا. وأول ما بتوصل على البيت بتعاملها بطريقة مش كويسة وبتعرض عليها مبلغ كبير جدا مقابل إنها تختفي من حياة لو. وبتعرفها كمان إنه بيحب بنت تانية، وبيتكلم مساعد الجدة وبيعرفها إن البنت التانية دي شبهها جدا يمكن علشان كده اختارها يتجوزها. وبتتضايق شيا لما بتفهم إنها بديل لشخص تاني وبترفض عرض الجدة وبتسيبها وبتمشي. فبتروح شيا على شغلها وبتفتكر تصرفات لو معاها وبتتأكد إنها فعلا حبته ومش هتقدر تبعد عنه، وبتقرر تحارب علشانه وما تبعدش عنه أبدا. في الوقت ده بيرجع له البيت وبيدور عليها، وبيتصدم لما بتحكي له جدته اللي حصل وبيفتكر إنها سابته نهائي ومشيت. لكن شيا بتفاجئ الكل وبترجع على البيت، وبيفرح له إنها أثبتت حبها ليه، وخصوصا لما بتدافع عنه قدام ابن عمه الصغير وبتعرفه إنها مراته ومش هتسمح لأي حد يضايقه أو يعايره إن عيلته ماتت وكمان سابوه لوحده. وبتبدأ الجدة تغير فكرتها عنها، وبعدها بياخدها له وبيطلعوا أوضتهم وبيعرفها إنه كان خايف لا تسيبه وتمشي. بس بالصدفة بيشوف الكارت بتاعه خارج من مفكرتها، فبيفهم الحاجة المهمة اللي شايلاها اللي هي الكارت اللي بعته لها يوم الحفلة، وبيتأكد إنه كان في قلبها من الأول. وساعتها بتسأله شيء عن البنت اللي جدته حكت لها عنها، فبيعرف له إنها غيرانة عليه وبيفرح جدا وبيأكد لها إنه عمره ما حب واحدة غيرها ولا هيحب واحدة تانية مهما حصل. وبعدها بتنزل شيا للجدة وبتعزمها على حلقتها التانية من البرنامج وبتترجاها تسمع قصتها للنهاية وبعدها تحكم عليها. وتاني يوم بتجهز شيا نفسها وبتروح المحطة مع لو وبيعلنوا جوازهم لكل الموظفين. وبتتجنن ياو لما بتعرف وبتتصل على تشاو تجيبه علشان يكسرها، وفعلا بيوصل تشاو وبيمثل
بيمثل إنه عامل نظافة، وبتبقى خطته إنه يعتدي عليها. وفي الوقت ده بتبقى شيا بتتأكد من المعدات قبل ما الحلقة تتذاع، وبيبص لها تشاو وبينبهر بجمالها اللي بيزيد كل ما بتكبر، وبيقرر يستغل الفرصة اللي فيها لوحدها ويخطفها. لكن فجأة بيهجموا عليه رجالة لو وبيخطفوه، وأول ما بيشوفوا لو بيفضل يضرب فيه ويهينه، وبيؤمر رجالته يكسروا له إيده اللي فكر يمد بيها على شيا. لكن المفاجأة إنه بيطلع عامل النظافة الحقيقي، وبيتصدم لو لما بيعرف وبيفهم إن مراته في خطر، وبيؤمر رجالته يدوروا عليها في كل مكان. وفي اللحظة دي بتبقى شيا في مكان البث، وفجأة بتلاقي تشاو بيهجم عليها، وبتظهر ياو وأصحابها وبيعايروها بكل اللي عملوه فيها وتنمرهم عليها. وهنا بنعرف إن ياو أمرت أصحابها يحطوا لها الأسورة في شنطتها علشان تثبت إنها حرامية، واتفقت مع تشاو يعتدي عليها بعد ما عرفت إنه معجب بيها. وقبل ما تشاو يقرب منها بيوصل له ورجالته وبيمسكوا كل الموجودين، وبتفاجئ شيا الكل لما بنعرف إنها بعتت رسالة له عرفته بمكانها أول ما وصلت أوضة البث. ده غير إن كل اللي حصل اتذاع على الهواء صوت وصورة، وحققت شيا نسبة مشاهدات عالية جدا وأثبتت براءتها قدام كل الناس. فبيتقبض على ياو وأصحابها، وبيهجم له على تشاو وبيموته من الضرب، وبيسجنوا بتهمة الاعتداء. وبتوصل الجدة وبتضرب ياو بالأقلام على وشها بسبب تنمرها على شيا، وبتلغي كل اتفاقات شركتهم مع شركة جدها، وبتعتذر الجدة لشيا وبترحب بيها في عيلتهم، وبتطلب شيا من كل البنات ما يخافوش من فقرهم ولا من الضعف، ويحققوا حلمهم ويسعوا وراه لحد آخر نفس. وبيطلع له بوكيه ورد زي اللي قدمه لها في حفلة الكلية بالظبط، ومعاه نفس الكارت. وأول ما بيقدمه لها بتفهم شيا إنه الشاب اللي بعت لها الكارت والبوكيه قبل كده، وبتفرح جدا، وبيوعدها له يعمل لها فرح البلد كلها تتكلم عنه. وأخيرا بيوصل المساعد بتاعه بخبر حلو برجوع أمها للوعي مرة تانية، وده بيزيد فرحة شيا أكتر. وهنا بتنتهي أحداث مسلسلنا النهاردة، وأتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.